في رسائل اتخبت في الأرض وفي بيوت قديمة أو حتى ظهرت من أعماق البحر بعد عشرات السنين. هحكي لكم النهاردة عن أغرب رسائل تم اكتشافها بعد سنوات طويلة. الرسالة الأولى كانت رسالة من الحرب العالمية الثانية. في فرنسا سنة 2018 عثروا بالصدفة على رسالة قديمة جدا مدفونة في حائط مدرسة. الرسالة مكتوبة بخط جندي ألماني من سنة 1916، بيحكي فيها عن يومه في الحرب وعن شعوره بالخوف والبرد والجوع. المثير إن الرسالة فضلت متخبية أكتر من 100 سنة لحد ما اكتشفوها، وكأن الجندي رجع يحكي قصته بعد ما مات بقرن كامل. الرسالة الثانية رسالة في إزازة من سفينة التايتانيك. بعد غرق التايتانيك سنة 1912 ظهرت سنة 2017 رسالة داخل زجاجة على شاطئ في كندا. الرسالة من بنت عندها 12 سنة كانت على السفينة بتكتب وداع مؤثر لأهلها، وبالصدفة اكتشفتها بنت كانت على الشاطئ بكندا، وللأسف لحد دلوقتي محدش قدر يوصل لأهلها، والله أعلم أهلها موجودين ولا لأ. الرسالة الثالثة رسالة العاشق في إنجلترا. في سنة 2013 عائلة كانت بتصلح بيت قديم في منطقة بإنجلترا، وهما بيجددوا البيت لقوا خطاب مدفون من سنة 1916. الرسالة كانت من جندي شاب بيودع خطيبته قبل ما يروح المعركة. المأساة إنه مرجعش أبدا، ورسالته وصلت بعد ما فات الأوان بقرن كامل. الرسالة الرابعة رسالة غامضة من الفضاء. في السبعينات محطة راديو قديمة في أمريكا استقبلت إشارات غريبة جدا، رسالة مشفرة اتخزنت واتنست، وبعد أكتر من 100 سنة باحثين حللوا التسجيل ولقوا إنه بيحتوي على جملة غامضة: أنتم لستم وحدكم. ولحد النهاردة معرفوش الرسالة دي جاية منين، بس المؤكد إنها كانت رسالة من خارج الأرض. رسائل مكتوبة من زمن بعيد، بعضها حب، بعضها خوف، وبعضها أسرار مدفونة، لكن الغريب إنها دايما بتوصل في اللحظة اللي محدش متوقعها. فيا ترى لو لقيت رسالة قديمة متخبية في بيتك هتفتحها ولا هتسيبها مدفونة للأبد؟ اشترك في القناة وفعل الجرس.